ايه هو الشيء اللي موجود في جيبك دلوقتي واللي بلمسة واحدة منه ممكن يخليك مليونير وانت قاعد مكانك بتشرب قهوتك، وبنفس اللمسة الغلط ممكن يخليك تخسر تحويشة عمرك كلها بثانية واحدة؟ فكر في السؤال ده كويس وخليك معايا لآخر الفيديو عشان تعرف الإجابة الصح، لأنها مش زي ما انت متخيل. اهلا بيكم يا شباب. النهارده مش جايين نتكلم عن رفاهية التكنولوجيا، احنا جايين نتكلم عن ازاي التطبيقات دي ما بقتش مجرد ايقونات ملونة على شاشة تليفوناتنا، دي بقت هي المحرك الأساسي لحياتنا. تخيل إن زمان عشان تحول فلوس أو تشتري سهم في شركة عالمية كنت محتاج سمسارة وتليفونات وبنوك وإجراءات تاخد أيام. النهاردة وبفضل التطور الرهيب في عالم التطبيقات حياتنا بقت أسرع وأسهل وأذكى. تطبيقات بقت بتنظم صحتنا، أكلنا، مشاورنا، والأهم من ده فلوسنا. ومن وسط آلاف التطبيقات المالية في تطبيق واحد عامل ضجة كبيرة جدا عالميا، وهو ويبول انفستنج ترايدنج. تطبيق واحد بس، تطبيق الناس كتير قوي بتشوفه ان هو كنز، والناس تانية بتشوفه متاهة. تعالوا نفصص بقى التطبيق ده سوا ونعرف بيعمل ايه، ازاي نستخدمه صح، وايه اللي الناس بتقوله عنه في الكواليس. تطبيق ويبول باختصار هو منصة تداول واستثمار أمريكية بتقدم خدماتها للمستثمرين اللي عايزين يدخلوا سوق الأسهم والعملات الرقمية وصناديق الاستثمار وعقود الخيارات. أهم ميزة خلت التطبيق ده ينتشر كالنار في الهشيم هي بدون عمولة، زيرو كوميشن على تداول الأسهم. ودي كانت نقطة تحول لناس كتيرة، كانت العمولات بتاكل أرباحهم. طب لو قررت أنزل التطبيق، أستخدمه إزاي بشكل صحيح؟ الموضوع بيبدأ بتحميل التطبيق وتسجيل الحساب، وهنا لازم تكون دقيق جدا لأن دي فلوس، بيطلب منك إثبات هوية. وأهم حاجة في الموضوع كله هو إثبات الهوية. وحاول دايما يبقى معاك وصل مرافق، سواء مية، نور، غاز، كهرباء، تليفون، اي حاجه، المهم يبقى معاك بنفس العنوان، عشان لو طلبوا منك بعد ما انت حطيت فلوسك جوه الحساب وانت ما قدرتش تجيب له اثبات هويه ممكن ياكل فلوسك للابد. فاهم حاجه؟ اثبات الهويه، معلومات بنكيه عشان الامان. وبعد ما حسابك يتفعل، اهم نصيحه بقدمها لاي حد لسه بيفتح التطبيق لاول مره: اوعى تبدا بفلوس حقيقيه على طول. في الفلوس الوهمية أو الحساب الوهمي اللي بيقدمه لك ميزة عبقرية في ويبول، التداول الورقي. دي ميزة بتديك فلوس وهمية، مليون دولار مثلا، عشان تجرب تشتري وتبيع وتعيش جو السوق وتتعلم قراءة الرسوم البيانية المعقدة اللي التطبيق مشهور بيها، من غير ما تخسر دولار واحد حقيقي. وبعد ما ايدك تاخد على التطبيق تعمل فيه كل حاجة، تبدأ تعمل ايداع وتختار الأسهم اللي حلتها باي وتدوس باي. تطبيق مليان مميزات قوية جدا، أهمها الرسوم البيانية للمحترفين اللي بيعشقوا ويبول، لأن الأدوات التحليلية فيه متطورة جدا، تقدر ترسم وتحط مؤشرات فنية وتتابع السوق لحظة بلحظة. كمان بيديك ميزة تتداول في ساعات ممتدة، يعني قبل ما السوق يفتح وبعد ما يقفل، وده بيديك أفضلية عن غيرك. بس عشان نكون أمناء، الحلو ما يكملش وفيه عيوب لازم تاخد بالك منها. أول عيب هو واجهة المستخدم. لو أنت مبتدئ تماما في عالم الاستثمار، أول ما تفتح تطبيق هتتخض، أرقام بتتحرك بسرعة، رسوم بيانية معقدة، وقوائم كتير. التطبيق مش بسيط زي تطبيقات تانية، محتاج حد فاهم شوية أو عنده صبر يتعلم. تاني حاجة خدمة العملاء. بناء على تجارب ناس كتيرة، الردود أحيانا بتكون بطيئة أو عن طريق رسائل آلية، وده بيكون مستفز لو عندك مشكلة في تحويل فلوس مثلا. وعشان ننقل الصورة كاملة، دخلت على تعليقات المستخدمين في جوجل بلاي وشفت الناس بتقول ايه بجد. الغالبية العظمى بتشكر في سرعة تنفيذ الأوامر، وإن التطبيق مستقر وما بيهنكش وقت الزحمة. لكن الشكاوي المتكررة كانت من التحديثات الأخيرة اللي أحيانا بتغير أماكن الزراير وبتلخبط الناس. شكاوي من صعوبة إجراءات السحب لبعض الدول خارج أمريكا، فخلي بالك وتأكد إن دولتك مدعومة بنكيا بشكل كامل قبل ما تحط مبالغ كبيرة. طب لو حسيت إن ويبيول معقد عليك ومش مناسب ليك، إيه البديل؟ لو أنت بتدور على البساطة الشديدة ومش فارق معاك التحليل الفني المعقد، تطبيق روبن هود لو متاح في منطقتك بيكون أسهل بكتير. أما لو أنت مستثمر محترف وعايز منصة عالمية بتدعم كل الدول تقريبا وليها تاريخ طويل، في منصة انتر اكتيف بروكر، وهي الخيار الأقوى والأكثر أمان. ولو مهتم بميزة نسخ المتداولين وإنك تشوف الناس بتبيع وتشتري إيه، في تطبيق إي تورو
هيكون بديل مناسب جدا ليك. نرجع بقى للسؤال اللي سألته لك في أول الفيديو: ايه الشيء اللي في جيبك ممكن يخليك مليونير أو يخسرك كل حاجة؟ الإجابة مش بس الموبايل ولا تطبيق ويبول، الإجابة الحقيقية هي عقلك وقرارك. التطبيق مجرد أداة زي العربية، ممكن توصلك شغلك بسرعة وممكن تعمل بيها حادثة. الفرق مش في الأداء، الفرق في السواق. عشان كده قبل ما تحمل أي تطبيق تداول استثمر في عقلك الأول. اتعلم، جرب التداول الورقي وبعدين خد القرار. لو عجبك الفيديو وتلخصنا للتطبيق متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك مراجعتنا الجاية لأهم التطبيقات اللي بتغير حياتنا. سلام.